الموضوع ده بنقابله كتير جدا عندنا في العياده، والسبب باختصار ان التركيبه مش مظبوطه او مش معموله بدقه. عملت قبل كده تركيبه او طربوش ومع الوقت لقيت ريحه بق مش احسن حاجه، او لقيت اكل بيتحشر ما بين التركيبه والضرس اللي قبله او اللي بعده ومش عارف السبب من ايه. الموضوع ده بنقابله كتير جدا عندنا في العياده، والسبب باختصار ان التركيبه مش مظبوطه او مش معموله بدقه. تخيل معايا كده عامل نضاره مقاس العدسه بتاعتها صغير نص ملي، هتلاقي نفسك في الاخر مش شايف كويس، الدنيا فيها ضباب ومشوشه. نفس الكلام بالنسبه لنا في الطربوش، الفرق الصغير لو مش مظبوط في المقاس 100% بيعمل لك شويه مشاكل كتير. الاكل يبتدي يتحشر حوالين الطربوش، يعمل التهابات في اللثه، يعمل ريحه بق مش احسن حاجه، في الاخر انت كمريض مش مرتاح. احنا بقى في عياده الشامل الاسنان مركزين قوي في الدقه دي. طب بنعملها ازاي؟ في الاول بناخد لحضرتك مقاسات ديجيتال بالسكانر، بطلنا العجينه بتاعت زمان دي خالص. ليه؟ علشان ما يبقاش عندنا اي نسبه من الايرورز. ثم نعمل لحضرتك الطربوش بروفه في الاول حضرتك تجربه، ثم لما يجي الطربوش النهائي نلزقه لحضرتك لزق مؤقت. في الاخر انت كمريض تبقى جربت الطربوش ده في بقك فتره طويله، فاتاكدت ان هو تمام 100%، ما فيهوش اي مشاكل، مش بيحشر اكل، ما فيهوش اي حاجه، ساعتها نلزقه لحضرتك لازق نهائي بعد ما حضرتك تكون اتاكدت بنفسك. يعني باختصار احنا لما بنركز في الدقه دي بتحمينا بعد كده من مشاكل اكتر. على فكره احنا بنفتح دلوقتي فرع تاني لعياده الشامل الاسنان، لو عرفتوا مكانه فين اكتبوا لنا مكانه في الكومنتات.